بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول ايه ونعيد ايه؟ يعني كلنا شايفين السيناريو بتاع بومبيزا ده. جابوني لاعب الجابوني، مين المسؤول؟ هل المسؤول هو السماسرة؟ ما يطلع مجلس إدارة يقول لنا مين اللي اتصل باللعيب، ومين اللي اغوى اللعيب، ومين اللي افشل الصفقة؟ مين؟ عايزين نعرف مين اللي افشل الصفقة. الاستاذ عمرو ادهم بيقول لك ان احنا معانا عقد رسمي، ولكن الصفحة الرسمية بتقول حاجة تانية خالص، بتقول اتفاقية. ومحمد بيومي خبير اللوائح بيطلع وبيقول لنا ان الاتفاقية بالله واشرب ميتها، وان اتحاد الكرة جاهل. وازاي صحيح اتحاد الكرة؟ اتحاد الكرة يجيب بطاقة دولية عن طريق اتفاقية، مش عن طريق عقد رسمي. لابد ان يكون في عقد رسمي. العقد الاخضر موقع عليه اللاعب، موقع عليها يعني في 4 نسخ، نسخة بتروح اتحاد الكرة، ونسخة المنطقة، ونسخة للاعب، ونسخة للنادي. ده اللي احنا نعرفه. لكن اللي حصل ده ابتزاز، حصل عملية ابتزاز في الفترة اللي فاتت. حتى الابتزاز يا جماعة ما جابش نتيجة. لعيب كان هياخد 600 ألف دولار، وصل 3 مليون ومش عارف 200 ألف دولار في 3 سنين، وحتى ما جاش. بعت له تذاكر طيران، يطلع بقى الأستاذ عمرو آدم يقول لك اتفاقية، عقد رسمي. الصفحة الرسمية بتقول لك اتفاقية. مين الصح؟ هناخد شنو قانونية؟ شنو قانونية دي؟ احنا عايشنا الجماهير في وهم بقى لنا 10 أيام عايشين في وهم. وخلاص القيد بكرة خلاص. ده اللي بقى اللي عندك. بختك يا أبو بخيت بقى. ربنا يوفق. كل شيء جايز، ربنا كبير. ولكن الواقع ان في حاله من العشوائيه. مجلس منقسم على نفسه، مجموعه مع احمد سليمان، ومجموعه مع حسين السيد. سماسره مع احمد سليمان، وسماسره مع حسين السيد. ومجموعه من مجلس اداره مع ده، ومجموعه مع ده. وناس بتضرب بعضها، وازاز بتطير، وقصص ومواويل. والضحيه هو جمهور الزمالك. جمهور يا عيني اللي عايش في وهم، وعايش بيحلم ان هو البطولات ترجع تاني. احنا طالعين 0 بطولات من عدد بطوله نسائيه فقط. 0 بطولات موسم كامل. حتى اتشومبونج، طب ما هو اتشومبونج ليه 115 الف دولار؟ ليه المجلس ما دفعش ال 115 الف دولار؟ ما دفعش الغرامه ليه في ميعادها عشان توصل ل 200 الف دولار؟ يعني يزيد كام؟ يزيد حوالي 85 الف دولار. بقى 200 الف دولار. قدامك شهر بقى قبل ما تدفعهم، لكن انت اللي قصرت. انت كنت بتتهم الناس اللي فاتت ان هم بيقصروا، ما انت قصرت، انت رافع روح. ايه القصه؟ شلنا القيد، خلاص القيد اترفع، عملنا ايه؟ ولا حاجه. هيجي لنا مهاجم بولندي، الله اعلم هيبقى كويس ولا وحش. لو كان فيه الخير ما رماش الطير، زي ما بيقولوا كان فيه الخير ما كانش رماه الطير. لكن مش سوبر. كنا منتظرين صفقات سوبر عشان السوبر. يا سوبر. اللي بيحصل ده نوع من العشوائيه. ضحيه جمهور الزمالك. اتحاد الكره خدع الزمالك. اتحاد الكره ما يعرفش اللوائح. راجل بيومي قال لك جاهل. اتحاد جاهل. جاهل باللوائح. الاتحاد المفروض انه يبعت بطاقه دوليه عن طريق العقد، مش عن طريق حاجه تانية. مش حاجه اسمها اتفاقيه. القانون لا يحمي. طبعا انتوا عارفين. خلاص اللاعب راح رومانيا. المدير الفني صدم من جماهير النهارده بالتصريحات بتاعته، خلاص في نيجيريا وبتعملوا التأشيرة وتصريح العمل وهيروح. وانت قاعد تتصل واتصالات واتصلنا بيه وما رضيش ليه نقعد الوهم ده كله؟ ما تدلق شوف غيره. ليه ضيعت الوقت ده كله؟ ليه ضيعت الشهر ده كله؟ يعني ليه ضيعت الشهر ده كله في اتصالات وما جبناش كلها لعيبه فري؟ ده لعيبه فري. امال لو اللعيبه تبع انديه كنا عملنا ايه؟ كنا رحنا فين وجينا منين؟ يعني لو لعيبه تبع انديه بتتفاوض مع انديه عشان تجيب لعيب، لكن دي لعيبه فري. يعني انت تجيب اللعيب يا اخي تصفر له حد وتخلص الدنيا كلها، لكن انت ما عندكش مدير تعاقدات. ما عندكش مدير تعاقدات. هتعمل ايه؟ خلافات ووش وجوميز عايز فلان يجيب فلان، نجيبه فلان تاني. كله بقى ماشي حاله. هي العشوائيه اللي تنفع؟ ما ينفعش العشوائيه دي. قدامك بكره بس لحد الساعه 4 وخلاص. في 10 ساعات بقى تقدر ان انت تجيب سوبر ستار، لعيب سوبر ستار، لعيب يعوض اللي حصل ده كله؟ ولا هنقعد نبكي الاطلال بقى وهنشتكي وهنعمل حتى الشكوى الراجل بيقول لك ملهاش اي لازمه. مش هتجيب حق نادي الزمالك لان مفيش عقد رسمي. الاتحاد الدولي ما بيعترفش غير بالعقود الرسميه.
لكن انا متفق معاك. انت لما بتيجي تسكن في شقه يعني هتعمل اتفاق ان انت تسكن ولا بتعمل عقد. ربنا يستر يعني. فرقه سافرت، هتسافر خلاص، او سافرت النهارده الساعه 12 نيروبي، 5 ساعات طياره. صلوا الصبح هيتضربوا مرتين هناك، هيلعبوا بقى الشوط التركيني ان شاء الله يوم السبت. ربنا يوفقهم كده ويفرحوا الجمهور ويفوزوا ان شاء الله في ذهاب دور 32 لبطوله الكونفدراليه. الماتش الجاي بعد كده يبقى اعتقد يوم 20 او يوم 21. بعد كده يبقى السوبر السعودي. مين بقى اللي هيأيده؟ هنشوف القايمه بكره الساعه 4. بعد الساعه 4 اخر اخبار القايمه ومين اللي هيلعب، مين اللي هيلعب مباراه السوبر. ربنا يوفق الزمالك. نتمنى ان الجمهور يفرح. هو الجمهور اهم حاجه، اي حد تاني مش مشكله، لكن جمهور الزمالك ده اللي عاش. بومبيزا رايح، بومبيزا جاي، بومبيزا وصل لسه ما وصلش، تذاكر طيران هيوصل. عشنا في وهم لفترة للأسف الشديد، والآخر طلع بومبا. شكرا.